عذاب العبود، رئاسة فرع حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها. طبعا ما يجري في دير الزور هو اغتيالات بحق عشائر دير الزور ووجهاء هذه المدينة. طبعا هؤلاء الوجهاء الذين دعموا الإدارة الذاتية وحاولوا ترسيخ مبادئها ودعم مؤسساتها في تلك المنطقة. طبعا هو بالتأكيد محاولة لضرب حالة الأمان والاستقرار في شمال وشرق سوريا عامة، وفي دير الزور والريف الشرقي أيضا خاصة، لزرع حالة من الفوضى وزرع أيضا الفتنة بين أبناء المنطقة وقوات سوريا الديمقراطية. طبعا المستفيد بالتأكيد ليس أبناء مدينة دير الزور، إنما هم دائما على مدى الأزمة السورية كانوا هم ضحية سواء تنظيمات إرهابية وحتى ضحية لعدة مؤامرات تهدف إلى المساس بأمن الشعب السوري. المستفيد بالدرجة الأولى من هذه الأعمال هي الحكومة السورية. دائما كانت الحكومة السورية تحاول البحث وإيجاد موضع قدم لها في مناطق شمال وشرق سوريا، وفشلها بالحفاظ على هذه المناطق وحمايتها من الإرهاب منذ بداية الأزمة السورية، ودعمها لهكذا أعمال طبعا هو محاولة لإجهاض مشروع الإدارة الذاتية الذي وجد نجاحا عمليا على الأرض. طبعا بعد نجاح المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا عدة محاولات لضرب هذا المشروع من قبل سواء النظام السوري أو حتى النظام التركي. الدلائل على ذلك هي اليوم التضليل الإعلامي والحرب الخاصة التي تقوم بها وسائل إعلام النظام السوري وتضليلها لبعض الحقائق، وأيضا تغافلها الممنهج عن مجازر ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة أبناء دير الزور. نتذكر جميعا مجزرة عشيرة أشحيطات التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء من هذه المدينة، وفي تلك الفترة الحكومة السورية لم تبدي أي موقف أو حتى استنكار لهكذا أعمال. ودلالات أخرى تشير بتورط أيضا الحكومة التركية. دائما تحاول الدولة التركية عبر تهديداتها المستمرة إعادة احتلال واحتلالات جديدة ودخول لهذه المناطق بكافة الوسائل، والعالم كله يعرف مدى الدعم التركي لتنظيم داعش الإرهابي عندما كان يسيطر على هذه المناطق، ومن ثم أيضا استمرار الدولة التركية في دعم خلايا داعش النائمة الموجودة في هذه المناطق. طبعا بالنسبة لحزب سوريا المستقبل دائما كان من بداية تأسيس هذا الحزب والظرف الذي نشأ فيه هذا الحزب دائما كان يؤكد على المشروع الديمقراطي، ومن خلال البرنامج السياسي والبرنامج الوطني لحزب سوريا المستقبل من أجل تغيير ديمقراطي في هذا البلد، ومن أجل حل الأزمة السورية بالنضال السلمي والطرق السلمية المشروعة عبر الحوار السوري بين كافة المكونات للخلاص أيضا من هذه الأزمة التي أدت لضرب مصالح السوريين. يترتب على مكونات شمال وشرق سوريا في هذه الفترة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والثقة بقدرات هذه القوات والتضحيات أيضا التي قدمتها، وإرسال أبنائهم لواجب الدفاع الذاتي لنشكل بذلك منظومة دفاعية قوية تكون أحد مرتكزاتها الأساسية هي الإرادة الشعبية التي هي سبيل لمواجهة أي مؤامرات تهدف إلى المساس بأمن بلدنا.